السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشني جدا جدا. يا رب ما تحرمش من وجودكم ابدا، يا رب ما تحرمش من مشاهداتكم الجميلة ومن وجودكم في قناتي يا احلى مشاهدين يا احلى متابعين. بالمناسبة انا بشكر الناس اللي بتقولي الكلام الكويس اللي بيفرق معايا وبيديني طاقة ايجابية. بجد بجد انتوا فوق راسي وعلى دماغي من فوق. ما تحرمش منكم ولا من كلامكم الجميل ابدا. يا رب تفضلوا على طول كده تحفزوني وتقولوا لي كلام حلو وجميل. يلا بقى اخدكم معايا جولة. اروح استلم الانتريه بتاعي زي ما قلت لكم، ان انا هوريكم خطوة خطوة وهوريكم الطريق. المكان، في ناس سألتني على المكان فين بالظبط. فهو المكان انا حبيت اصوره لكم او اصور لكم الطريق واصور لكم دخلة البلد، واصور لكم الشارع اللي موجود فيه الموبيليا من اوله لاخره ومكان المحل اللي انا جبت منه. حبيت اوريكم كل حاجة بالتفاصيل، واشارككم معايا. بس لو اول مرة تشوفوا قناتي ممكن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك وتحطوا كومنت زيكم الجميل كده، زي اللي بيشوفني الجميل العسل دوت. يا رب ما تحرمش منكم ولا من كلامكم الحلو ولا من تحفيزكم ابدا. محتاجة بقى تقولوا لي رأيكم في اختياري في الانتريه، وهوريهولكوا وهوريكم كل حاجة، وهوريكم حطيته ازاي في شقتي في اوضة، وهوريكم شكله عامل ازاي. ده طبعا الطريقة اهوت اللي احنا رحنا فيه. ده طبعا الطريق اهوت يا جماعة. احنا مشينا عكس الحتة دي لان مفيش ايه داخلة قصاد الطريق ده. ده طريق دمياط من ناحية شربين، دي البلد دي بعد شربين بشوية. بعد حتة قرية اسمها قرية الإسماعيلية. هي اليافطة دي ممسوحة بس من الناحية التانية مكتوب عليها قرية الإسماعيلية. يعني اللي جاي هو اللي يشوفها، اللي رايح ما يشوفهاش. بس لو دققتوا هتشوفوها، هي بلد بعد شربين. لو سألتوا أي حد على الطريق ألف مين هيدلك على قرية إسماعيلية اللي فيها الموبيليا، اللي فيها ورش الموبيليا اللي بتودي لدمياط. لو سألتوا طبعا ألف حد هيدلكوا. فهي ايه مكان كده على الطريق، يعني مش جوه الشارع دوت اهوت. من اوله يمين وشمال مليان معارض، معارض اساس. طبعا اسعارها كويس شوية عن دمياط، لانها تعتبر فيها مصانع اللي بتعمل وبتودي لدمياط. وطبعا بتعرفي تفصلوا كده مع الناس عايزة تبيع في المكان ده. فايه ف طبعا شوفوا المعارض يمين وشمال اهيت. طبعا بيبقى موجود اول ما بتنزلوا بقى البلد بيبقى في سماسرة علشان يلففوكم على المعارض. لو انتوا حابين ان انتم تروحوا مع السماسرة طبعا هياخدوا منكم فلوس بعد ما تشتروا. بياخدوا نسبة. لو انتوا حابين انتوا تلفوا ممكن تقولوا للسماسرة احنا عارفين احنا رايحين على ايه، فشكرا لحضرتك ومش محتاجينك معانا. فطبعا انا المره اللي فاتت جه معايا سمسرة بس انا ما اشتريتش، عشان كده ما خدوش. بس هما تقريبا خدوا من صاحب المحل نسبة، لان يعتبر ايه انا خدت منه حجزت حاجة ودفعت له عربون يعني. والباقي دفعته وانا بستلم الانتريه. فهم ما خدوش حاجه، انا اديت بس ايه اللي هو 50 جنيه كده للراجل اللي في المحل عند الراجل. بس السماسرة خدوا من صاحب المحل يعني. بصوا يا جماعه، ده يمين وشمال المحلات دي كلها موبيليا. موبيليا بقى كلاسيك ومودرن على حسب ما انتم حابين. الشارع طويل طويل خالص يعني. مش هتزهقوا، ما تزهقوش يعني. تدخلوا ده وتشوفوا ده وتشوفوا ده وتشوفوا ده. فانا كنت يعني المره اللي فاتت لفيت كتير ودخلت معظم المحلات. اهم حاجه يا جماعه بقى ما تروحوش يوم الجمعه. يوم الجمعه بتبقى معظم المحلات دي قافله. بس عشان انا كان حظي حلو، لقيت كذا محل لان انا كنت رايحه يوم الجمعه. لقيت كذا محل فاتح وما تروحوش بدري قوي يعني. ممكن تروحوا مثلا على الساعة 10، تبقى المحلات فتحت. دي كانت الساعة قبل الظهر كده كنا واصلين. فعلى ما رحنا على طول لان احنا طبعا مش هنلف. رايحه استلم الانتريه بتاعي اللي خلص. طبعا الراجل في منتهى الاحترام وفي منتهى المصداقيه. كل حاجه طلبتها يا جماعه اتعملت لي في قلب الانتريه. انا وريته موديل من على النت وهو جاب لي الشاسيه ونجده نفس القماش وصور لي درجات القماش اللي انا عايزاها واخترتها معاه. وكل حاجة كل تفصيلة انا كنت عايزاها
عملها لي حرفيا كل حاجة كانت في قلب الصورة، وغير المكان في الصورة كمان الحاجة اللي انا كنت بلفت نظره ليها كنت بزودها كان بيعملها لي. راجل في قمة الاحترام. المعرض اللي هوريلكوا صورته دلوقتي ده، وكل حاجة بتطلبيها بتلاقيها، غير الخامات ما شاء الله ما شاء الله، غير التفاصيل والسفنج وكل حاجة ما شاء الله. يعني في حاجات بتبقي انت راح تجيبيها اللي هو زي تشتري سمك في مية كده، بس والله والله الانتريه بتاعي ما شاء الله ما شاء الله هتشوفوه دلوقتي اللهم بارك. حاجة يعني فخمة بجد. فاحنا كده وصلنا الشارع، هو في زقة كده. محل اسمه النوار. استاذ محمد طبعا النوار ده انسان محترم، وهيعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه، وبتهون في الاسعار، واسعاره كويسه مش زي اسعار دمياط واسعار بره بجد. روحوا على ضمانتي، وان شاء الله يعني اللي عاوز يجدد ويشتري يجيب من هناك. هو محل كده في الزقة، يعني مش زقة كبيرة، وعلى الشارع ده الشارع العمومي، وده المحل مستنية بس الراجل هيجي عشان يفتح عشان يسلمني الانتريه بتاعي. اوريهولكوا دلوقتي نشوفه مع بعض. اول مرة اشوفه بقى على الطبيعة، انا شفت صوره، اول مرة اشوفه على الطبيعة دلوقتي مع بعض. آية زي ما انتوا شايفين بقى هو ما كانش موجود، فبعت لي ابنه عشان يسلمني الانتريه، بس هو مسك الانتريه غلفه كله بالورق لحد الخشب غلفه وعنهولي على ما اروح استلمه. يعني جاب موديلات جديده اهو، على ما انا كنت المره اللي فاتت عامل موديلات جديده، حاجات كلاسيك برضو في منتهى الجمال والرقه. وفي موجود شاسيهات لسه هتتنجد، هوريكم حاجه زيها جميله جدا جدا، وحاجات في منتهى الرقه والجمال. اسيبكم بقى تستمتعوا وتتفرجوا. ده فاضي لسه، جميل له التفاصيل. هناك ده برضه حلو قوي ما شاء الله. شويه انتريهات عسل ما شاء الله. الهاند ميد ده طالع ترندي قوي، الورد ده انا صورت لكم ده المره اللي فاتت، ده جديد اهو. بيطلع بس حاجه وجعي. هنشوف المودرن اللي هناك ده. خشب 10/10.
الانتريه ده حلو قوي يا جماعه بجد، يعني الناس اللي بتقدر الكلاسيك شيك ورقيق والواناته هاديه وحلوه ما شاء الله بجد. شغلهم 10/10. تفاصيل. قيم رقيقه. برضه ما فيش حد ده في نفر كده زميلك ولا حاجه واحنا بالعين واحنا كده. ماشي هبقى اغطيها انا. هو بيتحمل اهوت، بس المشكله بقى ان هو ايه، متبرشم ومش هعرف اشيله، نبقى نشوفه بقى عندنا. ده المخزن بتاعهم اهوت، ودي الترابيزه، دي الترابيزه بتاعتنا اهيت. ما شاء الله شغلهم 10/10. شوفوا الحاجات اللي هي ستانلس دي الحاجات اللي هي الستانلس اهي تتركب. بصوا الستانلس اي كلام، بيتعمل ببرم مش عملي خالص يا جماعه يعني. بصوا البرم دي كده، طلعي بقى الفلوس عشان تديها. بس الستانلس دي لو فك، دي مشكلتي بقى مع الستانلس، لو فكت خلاص كده، فبيبقى ساشيه منه بعده احلى. امسك مع عمك. نفتح بقى الانتريه بتاعنا ايه هناك، ودي الترابيزه اهيت. ده يا جماعه هوت الانتريه بتاعي، محتاجه بقى رايكم. طبعا بهدلنا اخر بهدله عشان عندي السلالم ضيقه. فكينا الشبابيك علشان اطلع الكنبه الكبيره دي منه، بس اتبهدل بقى واتخربش من الخشب من تحت. بس محتاجه بقى تقولي لي رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في الانتريك الجديد دوت ولا القديم الكلاسيك اللي كان عندي. يعني حرفيا انا كل حاجه كنت عايزاها في قلب الانتريه الراجل عملها لي والله. ما شلتش بقى الورق من على الكراسي علشان ما بهدلهاش يعني. بس هو عامل لي كرسي كشمير وكرسي نفس اللون البيج ده ببليسيه من ورا. طبعا انا وبالتكاوي اللي هي الفرو، شكلهم في منتهى الجمال، وحاطط عليهم الخط اللي هو المذهب ده. والبليسيه بصوا يا جماعه والله ما شاء الله. وعامل لي على الخشب من تحت حته مذهب كده لزق. اللي تحت ده انا كنت طالباه، عملهولي. وعامل لي على المخادع برضو الحته المذهب دي. وانا بقى كنت شايفه الستايل دوت بس ستانلس، وانا ما حبيتش الستانلس الصراحه زي ما وريتهولكم، بيبقى مسامير بورما ممكن يتفك، مش عملي خالص يا جماعه. فانا اخترت ان الشاسيه يبقى كله خشب، الخشب بيتحمل وعملي، وعلشان لو مسحتي لو عملتي بتاع ما يقشرش. بصوا الحته اللي تحت دي يعني اتقشرت وهما بيطلعوه لانه اتبهدل، ودي كمان اتقشرت.
مش عارفه بقى هدويها ازاي. ممكن تقترحوا عليا يعني مثلا الحتت اللي اتقشرت ديت اعملها ازاي. وقولوا لي رايكم يا جماعه في الواناته، وقولوا لي رايكم في مكانه كده. انا لسه طبعا لما اجي من السفريه الجايه وافرش وكده هجيب له بقى ستاره اللون البيج اللي هو القطيفه، وهحط بردك سجاده بيج، وعندي 3 ترابيزات في اللي هم في بعض دول هحطهم. طبعا هو كان بيقول لي اعمل لك الشلت متصله، قلت له لا انا عايزاها منفصله وبسوسته عشان لما تتوسخ اخلعها واغسلها. هو بقى كان مصمم على كده. طبعا احنا واحنا راجعين جبنا سمك في منتهى الجمال من بتاع البحر المالح، فبألف بألف هنا وشفا. كان شوية سمك زي العسل هوريهولكوا دلوقتي. جبناه على كيلو ونص ب100 جنيه. عندنا هنا هيبقى أغلى، اللي زي ده بيبقى يعني بيعدي. فما شاء الله كان مسكر وزي العسل وسمين وحلو، سمك شبار كبير. فهنا انا كنت بعمل الرز الصياديه، وهنقلي بقى السمك وهناكل. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، وقولوا لي بقى رايكم في الانتريه في الجوله الحلوه دي. وقولوا لو استفدتم في الفيديو ب1%، ممكن تسيبوا لي لايك وكومنت حلو زيكم كده. ما تحرمش منكم، واشوفكم على الف خير يا احلى مشاهدين في الدنيا. مع الف سلامه. على فكرة انت هتسيبي دول تاكلي البطاطا. ده مفتوح يدخل ثانية.